السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. وصفتنا اليوم كيكة الشاي اليومية السريعة، طيبة وسهلة ونقدر نسويها في كل يوم، ومكوناتها كلش بسيطة ومتوفرة دائما في كل بيت. تعالوا سويا نشوف مقاديرها وطريقة عملها. أحتاج لهذه الكيكة إلى 1.5 كوب من الطحين الأبيض متعدد الاستعمال طحين الصفر، وإلى 1.25 كوب من الحليب ما يعادل 3/4 الكوب، وإلى 3 حبات من البياض، و3/4 كوب من الزيت النباتي، و3/4 كوب من السكر، وإلى 2 ملعقة أكل كبيرة من الكاكاو الباودر، وظرفين من الفانيلا، وظرف 1 من البيكنج باودر. وهسه راح نبدي بعمل الكيكة. بوعاء كبير أنزل 3 حبات من البياض، وأنزل عليهم ظرفين من الفانيلا، وكوب إلا ربع من السكر، وأخلطهم بالخلاط الكهربائي خلط كل زين لمدة 3 إلى 4 دقائق إلى أن يختفي السكر تماما ويتغير لون الخليط ويصير فاتح. وبعد أن يتغير لونه وصار فاتح، أبدي أنزل عليهم 3/4 كوب من الحليب، و3/4 كوب من الزيت النباتي، وأخلطهم لمدة دقيقة. وبعد الدقيقة أنزل عليهم 1.5 كوب من الطحين الأبيض الصفر متعدد الاستعمال، وأستمر بالخلط بشكل جيد إلى أن يختفي الطحين تماما. وبعدها أنزل عليهم ظرف من البيكنج باودر ما يعادل ملعقة أكل كبيرة، وأستمر بالخلط إلى أن تتكون عندي عجينة الكيكة الكريمية. وهذا هو قوام عجينة الكيكة كريمي، وهذا لازم يكون شكلها. وهسه راح اخذ كمية قليلة من العجينة في وعاء صغير، وانزل عليها 2 ملعقة اكل كبيرة من الكاكاو الباودر، واخلطهم بشكل جيد الى ان يتجانسون، وراح ينطينا لون وطعم بنكهة الكاكاو. واكيد راح تصير العجينة اذخن. اضيف لها 2 ملعقة اكل كبيرة من الحليب السائل حتى نخفف العجينة وتكون متساوية بالسمك مع العجينة البيضاء. وهذا أكيد شي اختياري، ممكن أن نخلي فقط العجينة بيضاء مثل ما هي وننزلها بالقالب وتكون كيكة لون واحد أبيض. وهسه راح أحضر القالب. أخلي بأسفل القالب ورق الزبدة، وأدهن أطرافها بالزيت النباتي. وأنا استخدمت هذا القالب، وممكن أن تستخدمون أي قالب متوفر عندكم أو أي شكل أنتوا تفضلوه. أنزل نص كمية العجينة البيضة بالقالب، وأحرك القالب حتى أساوي العجينة بالأسفل، وأنزل عليها كل العجينة الغامقة عجينة الكاكاو، وأرجع أنزل بالقالب بقية العجينة البيضة. راح تنطينا شكل حلو وريحة وطعم كلش طيبة، طعم الكاكاو وطعم الفانيلا. وراح أضرب القالب بهذا الشكل حتى يطلع الهواء اللي بالعجينة وتتساوى كل العجينة بالقالب. أفتح الفرن وأحضره قبل 5 دقائق، ولازم يكون الفرن حامي، وأخلي القالب بالرف الأوسط من الفرن على درجة حرارة 160، أي درجة حرارة معتدلة، لمدة 40 دقيقة من الأعلى والأسفل.
وبعد 40 دقيقة هذا هو شكل الكيكة. درجة استواء كلش زينة، شكلها ذهبي حلو وريحة وطعم ونكهة كلش طيبة. وهسه راح نطلع وياكم الكيكة من القالب ونشوف شكلها ودرجة استوائها وتكون جاهزة للتقديم والأكل. وبعد أن نرفع ورق الزبدة نشوف شكلها كلش حلو من الأسفل، لون ذهبي روعة وريحتها كلش طيبة. موادها مثل ما شفتوا بسيطة ومتوفرة، وطريقة عملها كلش سهلة ما تحتاج إلى تعب ولا جهد، ونقدر نسويها دائما مع الشاي والقهوة والعصاير، ونقدمها للضيوف والأهل والأصدقاء، ونقدر نسويها بالمناسبات وما نحتاج نشتريها جاهزة من الأسواق. وهسه راح أقطعها وياكم ونشوف شكلها من الداخل، شكل مميز حلو وألوانها روعة. الكاكاو نطاها لون كلش حلو وطعم طيب، وتكون مثل الكيكة الإسفنجية وطرية وهشة. أتمنى أن تكون كيكة الشاي السريعة والطيبة حلوة وسهلة وعجبتكم، وإذا عجبتكم اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، ولا تنسون من اللايك ومردودكم الحلوة وملاحظاتكم المفيدة. ألتقيكم إن شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد. أترككم في حفظ الله.